بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم حبيباتي في هاد لا فيديو جديدة اللي إن شاء الله تلقاكم بخير وإن شاء الله تكونوا مهنيين. ونبداو لا فيديو ديالنا بالميني سامسا تاع لو موند دو ما ياسين. على بالي بزاف منكم اللي طلبتوها، إن شاء الله تكون عجبتكم وإن شاء الله لقيتوها كيما راني نشكرها لكم. حبيت نفكركم فيها سورتو رانا مقبلين على عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله يدخل علينا وعليكم بالصحة والربح ولهنا. دونك اللي يحبوا يحطوها للضيوف ديالهم على تاي، ولا يمكن تحبوا تدوها في يدكم، اللي يجيبوا لهم المهيبات البنات تاني راه يتحمر الوجه مع لاتاي المناسبات الاعراس الفرح، حاجه ما شاء الله مع لاتاي. وزيد الحاجه المليحه في هاد الصمصه تاع لو مون دو ما ياسين، تبقى مقرمشه لمده طويله. وكما العاده تعرفوني دائما نكوموندي عليها المعسله، واللي ماشي المعسله مولا بيتي يحبها بزاف هكذا. يعني الناس اللي ما تحبش الحلاوه بزاف تقدروا تكومونديو عليها هكذا ماشي معسله. راني سمعتكم كما قلت لكم القرمشه على المباشر، تبقى هكذاك كروستيونت لمده طويله. هنا تاني نشارك معكم هذه الفكره، تقدروا تقدموها للضيوف ديالكم هكذا تاني في لي كيسات، رشه هكذا تاع البيستاش من الفوق. تاني راح تزيد تكون بريزونطابل هايله دونك في طريقه التقديم هكذا. راني نخلي لكم هنا البنات رقم الهاتف. دوكا لو موند دو ما ياسين راه يدير توصيل لكامل ولايات الوطن، وين ما كنتوا تقدروا تبعتوها لكم. بزاف اللي كانوا يقولوا لي سميره نتشهاوها وكامل، دوكا خياتي تقدروا تطلبوها ونقول لكم شهيتكم في الجنه. بعد ما شربت لاتاي ديالي وطلع هذاك لو مورال، انا كي تكون لانيمي ديالي مليحه نعاود نولي لاتاي ما نصبرش عليه. سورتو كو لازم يطيب ويطيب يوميا في الدار. دونك كي نشوفو ما نقدرش ما نشربوش، سورتو مع الميني سامسا تاع لو موند دو ما ياسين. بعد لاتاي هذاك بيان سور لو مورال يطلع، نط لشغلي هنايا. نقيت الميكرووند اللي كان فيه شويه لي طاج تاع البقايا تاع الماكله، دي فوا كي الماكله تسخن بزياده وتعرفوا هذيك الماكله شغل تطرش لداخل. دونك تبقى هكذاك شغل هذوك لي طاج تاع الدهون وكامل. استعملت المنظف ديالي المتعدد الاستعمالات اللي ينقي جميع الاسطح تاع لايف كيما شفتوا، فيه ريحه الخل. اكو تعرفوا يعني المزايا تاع الخل يقضي على الدهون، يعقم تاني سورتو عباكم حاجه اللي نديروا فيها الماكله مليح تاني نعقموها. دونك ننصحكم بخياتي. ودوكا نروح نشارك معكم وجبه الغداء ديالي. انا نحب هكذا من قبل ما نزيد نكمل شغلي، نحب ندير وجبه الغداء هكذا باش كي نكمل شغلي نلقى ماكله هكذا ناكلها تنسيني في هذاك التعب. هنايا كيما شفتوا معايا قطعت حبه بصل، نقطعوها مربعات. قطعت تاني حوالي زوج حبات بطاطا تاني مربعات، تكون شويه صغيره هكذا باش طيب. في مقله نديرو شويه زيت، تكون يعني كميه شويه مليحه. ونقليو هذيك البطاطا مع البصل هذاك مع رشه تاع الملح، ونقدروا نزيدو تاني شويه تاع فلفل الكحل. هنا نخليهم يتقلاو على نار تكون شويه قليله، ومره على مره نحركوهم. تقدروا تغطيو عليهم باش هذيك البطاطا تمتم طيب لكم. من جهه واحده اخرى هنا في مقله قليت القرعه ولا الكورجات اللي نقطعوها هكذا دوائر، ندير لها شويه ملح. راكم تعرفوا الكورجات كي نديروها في الكغاتان ولا في اي يعني ماكله ولا تجي بزاف بنينه. ديجا هي هكذا كي تكون مقليه راهي بنينه وحدها. آه بعد ما تقلت هذيك القرعه واخدت هذاك اللون الذهبي، في نفس الزيت تاني قليت شرائح تاع فلفل الحلو. اللي يحبوا الحار نصحكم تاني تزيدوا تقليو معاهم شويه فلفل حار تاني. هاد الكغاتا كي يكون بنين ولا كي يكون حار شويه راح يجي بنين. فوالا هنا شوفوا البطاطا هذيك راهي طابت. يعني خلوها طيب حتى تحسوا شغل هذاك البصل بدا يتكرمل. هنا راهي وجدت، زدت معاهم اون صوص طوماط سريعه اكسبريس. كنت في الاشواغ ريحه حبه طوماطيش كبيره بلا ما نقشرها ما والو، غير غسلتها برك قطعتها. درت معاها 3 فصوص تاع الثوم ورحيت كلش في الاشواغ. درت لهم شويه متوابل تاع عنتر فلفل الكحل، العكري تاعهم هايل ما شاء الله. شوفوا شحال حمراء، ما درتش كامل طوماطيش تاع الباطه. لا صوص طوماط هذه طيبتها خياتي بلا ما ندير واسمو الزيت، باسكو كشتو البطاطا راهي طابت في الزيت، القرعه تاني مقليه، الفلفل مقلي هكذا باش هاد الكغاتا ما يجيناش بزاف ميدم. حطيت هذيك طبقه تاع صلصه الطماطم، نحطوا هذيك البطاطا نوزعوها هكذا مليح. نزيدوا من الفوق هذيك القرعه والفلفل الحلو، ومره على مره نديروا هكذا صلصه الطماطم ما بيناتهم. بالنسبه خياتي التوابل تاع عنتر راهم دايرين باك تاع العيد اللي كنت شاركته معكم. الا كنتوا حابين تطلبوهم راح نخلي لكم رابط الاستماره في صندوق الوصف. راهم يديروا التوصيل لكامل ولايات الوطن، في حتى الخميره تاع الخبز ديالهم الفوريه بزاف هايله. دونك ضربوا طلع على لو ليان، راكم رايحين تلقاو كامل المعلومات. هنايا شوفوا كملت كامل هكذا بصلصه الطماطم هذيك في الاخر كامل. نزيدوا برك شويه تاع الجبن المبشور، وندخلوا الكراتان ديالنا للفرن. راه كلش طايب، ما عندناش يعني حاجه اللي حطول في طيابها. واحد ربع ساعه هذاك الوقت انا هنا كملت شغلي، جيت للصالون. بيان سور لازم نحلو الطاقه باش
للتهوية وتجديد الهواء تاع الغرف، وباش نرفعوا تاني هذيك النشاط والحيوية. سورتو هاد الأيامات الحال راهو بزاف شباب، هنايا بديت بالتنظيف. أنا هاد الأيامات ولادي راهم يقراو هنا في الصالون. راكم تعرفوا على كل حال، اللي عندهم شهادات حنا رانا مازلنا نحفظوا مع وليداتنا، واللي راهم عطلة نقول لكم تهنيتوا، نقول لكم بصحتكم، واللي عندهم الشهادات نقول لكم ان شاء الله بون كوراج، ان شاء الله ربي يوفقنا ويوفق كامل وليداتنا ان شاء الله بالتوفيق والنجاح، سواء بيام ولا باك ان شاء الله. ان شاء الله يفرحونا، امين يا رب العالمين. ادعوا كامل على ضربة في لي كومونتير باش نفرحوا كامل ان شاء الله بوليداتنا. هنايا كيما راكم تشوفوا معايا، شديت لاسبيراتور، قلت لكم انا ولادي يحبوا يقراو هنا فوق الطابله هذيك تاع الصالون. دونك دي فوا راكم تعرفوا انا نفشوا فيهم كي يجوا وقت هكذا باش يحفظوا، الاخر وقت الاختبارات وكامل دائما نفشوهم. دي فوا نمد لهم هكذا مكسرات ياكلوهم، دي فوا نمد لهم دي ساندويتش، دي فوا باش زعما كيما يقولوا ما نقلقهمش، دي فوا نجيب لهم حليبهم وين يكونوا يحفظوا. رانا نفشوا فيهم باش ان شاء الله يفرحونا باذن الله. دونك راكم تعرفوا شويه غبره هنايا، شويه فتات تاع كاطو كيما قلت لكم. شديت لاسبيراتور ديالي نقيت كامل، راكم تشوفوا يعني ما كاش ما احسن من لاسبيراتور. نقولها ونعاودها للغبره. البالي صحي يقدر كيما يقولوا يكنس، بصح الغبره يعاود يطلع لنا الغبره على المبل ديالنا. وتاني كاين وين ما يقدرش ينحي هذيك الغبره بزاف وكامل، ماشي كيما لاسبيراتور ينحي كامل الخرايب. صدقوني دي فوا نقول الحاله راهي نقيه، بصح كي ناسبيري بلاسبيراتور الغبره هذيك نحير منين تخرج. ومن بعد انا شوفوا البنات هنايا لي طابل باس ديالي هادوما تاع الزجاج وكامل، نحب نقيهم وننظفهم بعد ما ناسبيري كامل الحاله، لاني كنت اكدت باللي ما عنديش غبره هكذا باش يبقاو لي نقيين. ومن بعد هنا تاني شوفوا معايا وليت للمابل ديالي باش نحافظ عليه، نستعمل دائما لو برودوي تاع ايا كلين لانه منتوج طبيعي. سورتو هكذا المابل تاعي تاع الصالون وين عندي هكذا حاجه دوغي، دونك برودوي اللي راهو 100% ناتورال، ما نخافش كامل على المابل ديالي، وما نخافش ثاني على صحتي ولا على يديا لانه راهو طبيعي 100%. هنا نقيت كيما قلت لكم كامل تاني الزجاج البوانيه هذاك. قلت لكم سورتو نخاف انا وين عندي حاجه دوغي ما نحبش نستعملها اي منظفات لانه قادره تحول. هذا ياكلين راح يجدد لنا الماعن هكذا دوغي شغل يمد لهم واحد لابغيونس وينقيهم ما شاء الله. اخر حاجه التعطير، بعد ما نكملوا نحبوا نشموا ريحه مليحه في الدار، سواء هكذا في الصالون ولا عند مدخل الباب. سورتو الا كان عندكم ضيوف ننصحكم بهذا ديفيزور دو بارفان تاع ستيك. اليوم استعملت هذا العطر اللي اسمه جاديس، تاني ريحته منعشه، ريحته تاني صيفيه هايله. هاوليك البنات ديروا عليه كابتشر اذا كان لقيتوه في لي سوبيرات ننصحكم به. اما بالنسبه للاسبيراتور اللي استعملته اليوم هاوليك، وفرته لنا لاباج فيسبوك انستغرام شيف كويزين دي زد، دائما مع الماركه المعروفه الالمانيه جيرماني ستيل، اللي راهي بيرغمان. هاوليك هنايا اسبيراتور بالي البنات، هاي الاستعمال اليومي. بزاف اخواتي بعثوا لي في الفيسبوك على الانستغرام نصحينا سامره بلاسبيراتور يكون يعني في السعر ديالو مليح، وتاني يكون ياسبيري بيان. دونك هذا هو خياتي لاسبيراتور اللي ننصحكم به. علاش؟ لانه الثمن ديالو راهو معقول جدا، راه 1,650,000. عندكم التوصيل مجاني، وزيد هاي للاستعمال اليومي جايبالي ما تعجزش كامل عليه. غير برك هكذا تكون عندك شويه غبره ولا مقبل هكذا ما تسيقي تجوزي لاسبيراتور ديالك، يعني خلاص ميم تسيق يجيك ساهل. من بالنسبه للاكسسوارات راكو شفتوا معايا، عندكم هذيك الاماكن ضيقه تاع لي تيغوار تاع لي فوتاي، عندكم هذيك تاع لي تابي وجميع انواع الارضيات. هاوليك هنا بالنسبه لا بويسونس تاعو والقوه ديالو فيه 2000 واط، حاجه ما شاء الله. دوبل فيلتر عفوا. وزيد راهو تاني لافابل، كل حاجه تتغسل. برك نشفوا هذاك الفلتر مليح هذا ما كان، وعاودوا رجعوا كل حاجه لداخل. تقدروا تاني تعلقوه تفيكسيوه في الحيط. الخيط تاعو تاني طويل، تخدموا الاس. شوفوا تحت لي فوتاي، تحت الخزانه، تحت لي كنابي، يعني ما شاء الله. راني خليت لكم البنات هنايا رقم الهاتف، لاباج فيسبوك انستغرام شيف كويزين دي زاد، راهي دير التوصيل لكامل ولايات الوطن وين ما كنتم، راهم رايحين يجيبوه لكم حتى باب المنزل. هنايا بعد ما كملت شغلي هنا شوفوا برك يعني واش خرج هذا غير من الصالون برك. قلت لكم بعد ما كملت لقيت وجبة الغداء ديالي هاي لك هنا راهي واجدة. شاركت معكم خياتي غراتا.
صيفي بدون لحوم، اقتصادي بزاف بزاف بنين جا ما شاء الله. بيان سور إلا كنتو تحبوا تزيدوا هكذا صدر الدجاج يكون مقطع مربعات تقليوه تاني وتزيدوه معاهم، بيان سور راح يزيد لكم البنة، مي أنا مديته لكم بطريقة اقتصادية. وشوفوا معايا جا يشهي جا ما شاء الله، صدقوني بلا لحوم بلا حتى حاجة وجا يشهي. ونقول لكم حبيباتي شهيتكم في الجنة. أرواحوا دوكا نختموا لا فيديو ديالنا بحاجة حلوة الله يحل اياماتكم ان شاء الله. أرواحوا نديروا مع بعض هاد الرفيس اللي يجي محشي بحلوة الترك وكامل. انا شوفوا حمصت سميد متوسط سميد تاع الطمينة، انا نحمسه في الفرن، نفوروه خياتي من الاحسن ومن بعد نحمسوه في الفرن. في كل مرة نحركه حتى ياخذ هذاك اللون الذهبي. السميد كي يتحمص في الفرن خياتي يجي ما شاء الله، يجي بلون واحد ماشي كيما كنحمصوه في مقله ولا في الطاجين. اون بليس نقدروا نحمصوا كميه كبيره كيما شفتوا في السنيوه. ومن بعد هنايا شوفوا عندنا لي كل كيلو تاع السميد هكذا تاع الطمينه يكون محمص، نديروا له حوالي 700 غرام حتى ل 750 غرام تاع عجينه التمر. للبنه خياتي نزيدوا ملعقه كبيره ولا زوج تاع البخانه، راح يمد لنا الذوق بزاف هايل. انا استعملت هذا اللي راهو بالذوق تاع اللوز والنوازات. بالنسبة لا مارغارين نقدروا نستعملوه حتى ل 250 غرام تاع زبدة، يعني من الأحسن ماشي مارغارين تاع زبدة، سورتو الزبدة الحرة هذيك تعطي لنا ذوق بزاف هايل. أنا هنا بما أنه السميد كان دافي شوية، هذاك التمر اللي استعملته نوعية جيدة ما فيهاش كيما يقولوا لا عظم لا والو. دونك تمتم دابلي مع هذيك الحرارة تاع السميد. هنا خلطتهم بيان بيان بيان، ومن بعد شوفوا حتى تحصلت على اون بات اللي نقدر نشكلها سواء كويرات ولا نقدروا نشكلوها هكذا بالطابع. هنايا الوزن تاعهم تقريبا حوالي هكذاك 40 غرام. انا راني حنشكلهم بهذا الطابع هذا، نتوما تقدروا تشكلوا باي طابع عندكم. حشيت هذيك لابول تاع الرفيس بحلوه الترك حتى مدنا ذوق بزاف هايل، وطبعتهم وتحصلت على هذا الشكل هذا. زينتهم في الوسط بحبة تاع اللوز وشوفوا كيفاش جاو، خرجوا ما شاء الله. مديت لكم مقادير مضبوطة خياتي باش تنجحوا فيه، يجي هايل الطري بزاف بنين. جربوا الوصفة ونقول لكم حبيباتي شاهدكم في الجنة. كانت هذه لا فيديو تاعنا تاع النهار اليوم، تهلا في صحتكم، أحبكم في الله، في أمان الله.